السلام عليكم. في هذا الفيديو سنقدم لكم قائمة الأرقام القياسية التي حطمها الأسد المغربي ياسين بونو. ورغم كل الأرقام القياسية التي حققها ياسين بونو إلا أنه من أكثر اللاعبين المظلومين إعلاميا. وقبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك، وبسم الله بدأنا. في البداية إليكم معلومة سريعة عن بونو. لعب ياسين بونو في 5 أندية مختلفة، حيث بدأ في نادي الوداد البيضاوي، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، ثم لعب على سبيل الإعارة مع ريال ساراقسطا، لينتقل بعدها الأسد المغربي إلى صفوف جيرونا الإسباني. وبعد عامين من التألق مع جيرونا انتقل النجم المغربي إلى إشبيليا الإسباني على سبيل الإعارة، ليقوم بعدها نادي إشبيليا بضم بونو بشكل دائم. ويعتبر الأسد المغربي من أكثر حراس المرمى المظلومين إعلاميا، حيث لا يعطيه الإعلام الأوروبي حقه الكامل من الثناء على المستويات المتميزة والأرقام القياسية التي حققها النجم المغربي. ولنبدأ مع الأرقام القياسية. رقم 7. ياسين بونو هو أول حارس مرمى عربي وإفريقي يسجل هدفا في الدوريات الخمس الكبرى، بعد هدفه الشهير أمام بلد الوليد في الدقائق الأخيرة للمباراة، لينقذ فريقه إشبيليا من الهزيمة المحققة، لتنتهي المباراة بهدف مقابل هدف. رقم 6. الأسد المغربي بونو هو أول حارس مرمى عربي يرشح لجائزة فرانس فوتبول لأفضل حارس في العالم، إضافة لجائزة أفضل لاعب إفريقي بالليغا الإسبانية عام 2018، والمقدمة أيضا من فرانس فوتبول. كما كان ضمن تشكيلة أفضل فريق في الدوري الأوروبي اليوروبا ليج موسم 2019-2020. رقم 5. أول حارس مرمى في تاريخ نادي إشبيليا يسجل هدفا في الدوري الإسباني لا ليغا. رقم 4. ياسين بونو هو أول حارس مرمى في تاريخ إشبيليا الإسباني يفوز بجائزة زامورا، حيث توج المغربي بجائزة زامورا سنة 2022. رقم 3. أكثر حارس مرمى صناعة للأهداف في الدوري الإسباني في القرن 21 برصيد 3 أهداف. رقم 2. ياسين بونو هو أكثر حارس مرمى حفاظا على نظافة شباكه سنة 2021 مع إشبيليا الإسباني بمعدل 557 دقيقة. رقم 1. ياسين بونو هو أكثر حارس مرمى حفاظا على نظافة شباكه في أوروبا سنة 2021، حيث لم يتلقى المغربي أي هدف في 32 مباراة. أما بالنسبة لجوائزه وألقابه مع الفرق، فقد حاز المغربي على لقب بطولة الدوري الاحترافي المغربي مع نادي الوداد الرياضي موسم 2009-2010، كما فاز بلقب الدوري الإسباني مع نادي أتلتيكو مدريد موسم 2013-2014، وتوج المغربي بكأس السوبر الإسباني مع نادي أتلتيكو مدريد موسم 2013-2014، كما حاز على لقب الدوري الأوروبي مع نادي إشبيليا الإسباني عام 2020. أما على صعيد الجوائز والألقاب الشخصية، فقد كان أفضل لاعب إفريقي لشهر نوفمبر بالليغا الإسبانية من قبل مجلة فرانس فوتبول، وذلك عام 2018، كما اختير كذلك ضمن الفريق النموذجي من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عام 2018. كما حصل بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، واختير كذلك ضمن الفريق النموذجي للدوري الأوروبي موسم 2019-2020، كما فاز بلقب أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني لا ليغا موسم 2021-2022، كما فاز بجائزة زامورا عام 2022، وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى مغربي في الخارج المقدمة من طرف الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين، ورشحته مجلة فرانس فوتبول لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم. أخبروني برأيكم إن كنتم تتفقون معي أن ياسين بونو مظلوم إعلاميا، حيث يقدم مستويات رائعة ولا أحد يعطيه الثناء المطلوب. أخبروني برأيكم في التعليقات. كان هذا مقطعنا لليوم، لا تنسى الاشتراك، ودمتم في أمان الله.